مساء الخير، ومعانا أستاذة تانيا الإعلامية الكبيرة. مرحبا بيك. اهلا اهلا فيكم بمصر. ايه الصدفة الجميلة اللي جمعتك مع الأستاذة الكبيرة الفنانة سميرة أحمد؟ فعلا هي صدفة، انا عم حضر لحلقة معها برمضان ان شاء الله كرمال محطة لبنانية اسمها الاو تي في. هي محطة الرئيس اللبناني طبعا الجنرال ميشيل عون. فهيدي هي الصدفة الجميلة، جمعتني أول شيء بأستاذ صفوت وثاقبت أنا بمصر وفي هيدا التكريم للست سميرة أحمد، وقلت له كثير مبسوطة أنه أنا أكون معكم اليوم. طبعا كإعلامية كبيرة زي حضرتك أكيد بتشوفي بعض الدراما أو المسلسلات المصرية. ايه الأعمال اللي حضرتك هتتابعيها في رمضان ده؟ تعرف الأعمال كتيرة والأسامي كتيرة، وواحد بده وقت ليبلش رمضان ليقدر يحفظ الأسامي فعلا. في أعمال كتيرة، بس أنا طبعا رح تابع حبيبة قلبي يسرى. ناطرين العمل تبع يسرى وتبع الأستاذ الكبير عادل إمام. طيب زمان في رمضان كنا بنشوف الفوازير زي الفنانة فوازير الفنانة نيلي، الفوازير الفنانة شريهان، سمير غانم. ايه ذكرياتك في الفترة دي؟ هل ليه ايه السبب ان احنا ما فيش انتاج او ما فيش حاجة مقبلة ان احنا نشوف افكار فوازير جديدة؟ كلنا منحن للزمن القديم، هيدا الزمن الحلو كتير اللي بيحمل معه كتير قصص حلوة. الفوازير هي أحلى ما كانت برمضان، كنا ننطر رمضان مناطرة لنحضر الفوازير، يعني نقول يلا بدنا نحضر فوازير. يا ريت يرجعوا يستذكروا هيدا الموضوع ونرجع نشوف فوازير رمضان. واحنا نفسنا برضو نشوف حاجة زي كده. خلينا بهيدا الموضوع نحيي الفنانة الكبيرة كتير شريهان اللي العالم العربي كله بحبها وخاصة لبنان.